حبايبي، قبل ما يبدأ المسلسل تعالوا نصلي على النبي الأول، وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة. جيت وجبت لكم مسلسل جديد اسمه 10 سنوات معاك، وبيتكلم مسلسلنا النهاردة عن حياة شاب وقع في حب زميلته من المدرسة وفضل مستنيها 10 سنين عشان يكونوا مع بعض. بس تفتكروا ان حب الطفولة بيدوم بعد الكبر؟ طب لو عاوزين تعرفوا انا بقصد اقول ايه، تعالوا بينا نشوف الملخص مع بعض، بس يا ريت تكملوا للآخر. ويلا بينا. يبدأ مسلسلنا بلين وهو بيكتب ذكريات من 10 سنين عن أصحابه وحبيبته اللي سابته، وإن علاقتهم كلها اتدمرت، وبيفتكر اللي حصل سنة 2012 وبيرجع بالذكريات لورا. وبيكون لين شغال في مطعم مدام شيوان اللي بتطلب منه إن هو يحجز النبيت من المصنع، وفعلا بيروح عشان يأجد الحجز علشان الطلبية تيجي بكرة. لكن المعلمة يانج بتتصل عليه وبتقوله إنه لازم يكون موجود في المناظرة لأن بتكون فرصة كويسة جدا له، وإنه لازم يكون موجود في ميعاد المناظرة. ولين بيوافق، ويانج بتطمن نظرة المدرسة إنها خلاص لقيت حد هيكون موجود في المناظرة، وبيطلع لين على المحطة عشان يوصل في الميعاد. لكن للأسف مش بيلاقي أتوبيسات هتطلع، لكن بيجيله سواق وبيعرض عليه إن هو يوصله في مقابل مبلغ كبير، وبيقوله إن التوصيلة هتكون 5 نجوم، وبيوافق لين. بقى هي دي ال5 نجوم. وفي نفس الوقت المدرسة يانج بيكون حصل معاها مشكلة عند طالبة المناظرة ومش هتكون موجودة، لكن بتطمن النظرة إن عندها بديل اللي هي وانج يعني. لكن وانج بتكون في شغل مع سيدة أعمال كبيرة جدا وبتكون المساعدة بتاعتها، والمعلمة يانج بتحاول توصل لوانج لكن ما بتقدرش، وبتكلم صاحبتها ليوك عشان تقدر توصل لها، وليوكي بتقول لها إنها هتتصل بيها وفعلا بتطلبها، لكن بيكون موبايلها مغلق. وبتكمل الأكل مع أصحابها، ولين بيكون في الطريق وبيحاول يوصل على الميعاد بالظبط، وبيتفق مع السواق إن هو يزود الأجرة في مقابل إن هو هيوصله على الطريق العمومي بسرعة. وفي الملهى الليلي ده كاي بيكون قاعد بيعزف، ولين بيتصل عليه علشان يقابله وبيوصله المدرسة، وفعلا بيطلع يقابله على الطريق. لكن للأسف العربية بتتعطل، ولين بيتصل بتشين صاحبه علشان يجيب الموتوسيكل بتاعه، وفعلا تشين بياخد الموتوسيكل وبيروح عند لين، ولين بياخد الموتوسيكل وبيقدر ان هو يروح يوصل لمكان وانج. وبتكون في اجتماع وبتقول لها ان المعلمة يانج بتموت، وبيطلعوا من المكان بسرعة، لكن بيحصل حادثة في الطريق وبيتأخروا عن ميعاد المناظرة 10 دقايق، ولجنة التحكيم بترفض وجودهم بسبب التأخير. لكن وانج بتكون صورت الحادثة وانهم كانوا سبب في انقاذ طفلة صغيرة وباباها، وعلشان كده اللجنة بتسمح لهم ان هم يكملوا المناظرة وبينجحوا فيها، وبيطلعوا يحتفلوا كلهم في مطعم السيدة تشين وبيتصوروا مع بعض. لكن بيكون موجود في المطعم شباب بتعاكس البنات وبيقوموا يضربوا معاهم لحد ما السيدة تشين بتطلب الشرطة، ولين بيشاور لتشين علشان ياخد ليوكي ويمشي، وبيروح لين ووانج وكاي على الاسم، وبيجي بابا كاي وبيخرجهم وبيدفع للشباب فلوس عشان يتنازلوا عن المحضر، وبياخد بابا كاي ابنه وبيمشي. لكن وانج بتكون متضايقة جدا من لين بسبب الموقف اللي حطهم فيه وبتسيبه وتمشي. ليه كده يا بنتي؟ ما الراجل اعتذر وخلاص. وعلاقة كاي بباباه بتكون مش كويسة ابدا، وعلى طول بيتخانقوا سوا. وبيوقف كاي عربية باباه وبيمشي، وتشين بياخد ليوكي على المكان بتاعه وبيعرفهم على اصحابه. لكن لين بيكون متضايق جدا علشان وانج زعلانة منه، وهو مصدق ان في فرصة قربتهم من بعض. وبيرجع تاني على المطعم وبيلاقي السيدة تشين وبتجيب له اكل وبتعامله بطريقة كويسة جدا. وبنرجع تاني ولين بيكتب وبيقول انه اتخرج من الجامعة وانه لقى فرصة تدريب في محطة التلفزيون، وبيروح يشوف اهله. لكن بيلاقي ان باباه بيضرب اخواته ومامته، ولين بيزعق معاه، لكن باباه بيفضل يضربه على جسمه لحد ما لين بيقوم وبيهدده ان هو هيبلغ الشرطة عنه لو حاول يعمل لمامته واخواته حاجة تاني، وبيسيبه ويمشي. لكن باباه بيحس بالندم وبيطلع وراه وبيودعه. مكان من الاول يا عم الحاج. ومن هنا لين بيبدأ مشواره وبيروح يدور على شقة، وتشين بيسمعه وهو بيكلم السمسار وبيعرض عليه ان هو يقعد معاه هو وصاحبه، وبيوافق لين. وبيجي تاني يوم وكل ابطالنا بيحضروا نفسهم. وانج بتطلع لشغلها واليوكي بتاكل طبعا، ولين بيروح الشركة يستلم تدريبه، وبعد فترة بيقدر يعمل لقاء مع رجل اعمال مشهور جدا. لكن للاسف بسبب غلطة في التصوير بيكون تقييمه في الشركة سيء جدا، لكن بيقدر يقنع المدير ان هو هيعيد التصوير تاني، وفعلا بياخد معدات التصوير وبيروح الشركة علشان التصوير يعني. لكن السكرتيرة بتقول له ينتظر تحت في الريسبشن. وهنا تحت بيت كاي بيكون قاعد في العربية وشايف باباه ومامته هما بيتخانقوا، وبيستنى باباه يمشي وبعدين بيطلع عشان يراضي مامته. وهنا لين بيكون في الشركة مستني رجل الأعمال، وبالصدفة بيقابل وانج في الشركة، وبيفضل قاعد مستني لحد ما الدوام بيخلص والأمن بيطلعه بره الشركة. وتاني يوم لين بيكون مستني رجل الأعمال، ووانج بتيجي تاني وبتعرف إنه فضل طول الليل موجود قدام الشركة، وبتروح تجيب له أكل. وبينزل رجل الأعمال وبيوافق
بيوافق انه يعمل لقاء تاني وبيودع وانج وبيمشي. وبتروح وانج على مكتبها وبتلاقي ورق من زميلها فيما معناه انهم غيرانين من تحيز المديرة ناحيتها، وبتاخد الورق وبتروح للمديرة يان وبتطلب منها مشروع تعمله عشان تثبت فيه كفاءتها في الشغل. والمديرة بتعرفها انها عاوزة قطعة ارض لكن صعب جدا بسبب اصحابها، ومهمتها بقى انها تقدر تقنع اصحابها بالبيع. ولين بيروح للمدير بتاعه عشان يعرف التعيين بتاعه اتقبل ولا لا، لكن المفاجأة ان المدير بيقول له مرفوض وبيطلع يمشي. ولين بيروح وراه وبيفضل يتحايل عليه علشان يديله فرصة تانية، لكن برضه مش بيرضى وبيشوفه في الوقت ده ليه وبيصعب عليه جدا. وتاني يوم لين بيروح لرجل الاعمال وبيحاول يقنعه ان هو يشغله في الشركة، لكن بيقول له انا هديلك فرصة بس لازم مبلغ دعم ليك عشان تقدر تبدأ، وهديلك اسم واحد عشان تروح تقنعه. وفعلا بيروح بس بيلاقيها واحدة مجنونة جدا وبتفضل تغني وبتسيب له الفاتورة يدفعها. يا حاجة انا ناقص. وبيضطر ان هو يتصل على كي علشان يجي يدفع له الفاتورة، وبيعرف كي اللي حصل معاه وبيقول له ما تحملش هم، انا هتكلم مع واحد صاحب بابا علشان يساعدك. وتاني يوم بيروح كي الشركة عشان يعتمد على نفسه وبيشوف شغل، لكن بيشوف بنت جميلة جدا وبتخليه ينسى الشغل اصلا وبيروح يسهر مع صاحبه. وفي الوقت ده لين بيكون قاعد مع الداعم التاني وبيجي يسهر معاهم ليه اللي هو شاف لين وهو بيتحايل على مديره، وبيلاقي ان لين بيشرب كتير جدا عشان ينفذ كلام الداعم، فبيصعب على ليه جدا. وفي بيت المديرة يان بتكون وانج بتشرح خطتها ازاي هتقدر تاخد الارض، وبتعرف نقطة ضعف كل واحد فيهم وبتحاول تدخل منها. ولين بيعمل كل اللي في ايده علشان يقدر ياخد الدعم، لكن بيتعب جدا. وبيطلع السيد ليه مع لين وبيعرف انه شاب طموح جدا وبيعمل كل اللي يقدر عليه عشان يقدر يوصله الهدف. وتاني يوم كي بيستنى شياو وبيعرض عليها ان هم يروحوا السينما مع بعض وبتوافق، لكن المفاجأة انه بيلاقيها بعت صاحبتها الدبة دي تشوف هي الفيلم معاه. يا عيني يا ابني. وفي البار بيكون وانج بدأت خطتها مع اول واحد اللي هو مستشار صاحب الارض وبتجذبه ناحيتها وبتتصل على لين عشان يجي ياخدها وبيطلعوا يسهروا مع بعض. وتاني يوم بتقرب من محامي صاحب الارض وبتتغدى معاه وبتسأله انت تعرف شركة عقارات كويسة، وبيقول لها ان هو شغال تبع شركة عقارات كبيرة جدا وانه هيحاول يعرفها على المدير. وبتسهر مع المستشار وبتحاول انها تستدرجه ان هو يعرفها على مديره وبتاخد منه ميعاد، وهم طالعين عشان يتقابلوا تاني بيجي لين وبياخدها ويمشي. وهنا كي بيكون بيحاول يقرب من شياو واللي بتكون قاعدة مع صاحبتها وبيغني لها في البار، وطبعا شياو مش بتديله اهتمام وبيجيب هدية لصاحبتها عشان تقنعها انها تديله فرصة. لا ذكي. وبيروح وانج للمستشار عشان يعرفها على مديره، وبتعرف ان مديره عرف كل حاجة عنها والمفروض ان كده خطتها فشلت، لكن المستشار بيقول لها مش هتعرفي تاخدي اي حاجة من المدير، واذا ما كانش معاكي راس مال لازم تكوني بتاعته. وبتطلع تروح مع لين وبتحكي له ان خطتها فشلت، وبتروح على بيتها وبتقعد مع ليوكي وبتفتكر اهمال مامتها ليها. وتاني يوم لين بيروح لمديره وبيصفي شغله وبيلم حاجته عشان يمشي، لكن قبل ما يمشي ليه بينادي عليه وبيعرض عليه انه يشتغل معاه، ولين بيوافق طبعا وبيكون مبسوط جدا. وفي الوقت ده وانج بتكون قررت تسلم نفسها للمدير تشين وبتروح بيته، وقبل اي حاجة وانج بتفضل تصرخ وتعيط وشاو بيهديها، ووانج بتقدر تستعطفه وتاخد الاتفاقية منه. وهي مروحة بالتاكسي بتشوف لين وبتنزل تحضنه وبتقوله انها نجحت في شغلها، ولين بيقولها انه استلم شغله وبياخدوا اصحابهم وبيروحوا يحتفلوا في مطعم مدام تيشيوان. ووانج بتلاحظ اعجاب ليوكي بتاو، وفجأة موبايل كي بيرن وبتكون شياو، وكي بيقول لها احنا لازم ننفصل وبيقفل، وشياو بترن عليه فيديو كول وبتقوله لو ما جيتش عندي حالا انا هنتحر. وبيجري كي واصحابه عشان يلحقوها، وشياو بتجبر كي انه يسجل فيديو وهو بيهين نفسه، وبيخلص الفيديو وبيفضل يشرب لحد ما بيسكر خالص. ووانج بتروح تتكلم مع ليوكي عن اعجابها بتاو وبتكرهها فيه علشان هو ولد ملوش مستقبل، وليوكي ما تعرفش مصلحتها. انت بقى يا اختي اللي عارفاها. لكن ليوكي بتكون مبهوره جدا بتاو ومعجبه بيه، وبتقعد وانج مع لين وبيشربوا سوا وبيقربوا من بعض، لكن وانج بتفوق وبتاخد ليوكي وبتمشي. وتاني يوم وانج بتقعد مع ليوكي وبتفهم ان تاو ما فيهوش ميزه خالص غير انه بلطجي وما بيبطلش ضرب في الناس، لكن ليوكي شايفه عيوبه دي مزايا، لا دي في عالم تاني خالص. وبيقعد كي مع مامته وباباه على الاكل وبيوريله شغله في ملف، لكن باباه بيرمي الملف وبيفضل يزعله على الفيديو اللي اتنشر. ووانج بتقابل لين وبتتكلم معاه بخصوص ليوكي وتاو وبتقول له يحاول يعرف من تاو هو بيحب ليوكي ولا لا، وبيروح لين البيت علشان يتكلم مع تاو يعني ويعرف مشاعره اتجاه ليوكي، لكن تاو بيعرفوا انهم اصحابه بس. وتاني يوم ليوكي بتروح
عند تاو، لكن تاو بيكون مقرر يخوفها منه وبياخدها معاه وهو بيضرب الناس، لكن ليوكي بتحوش عنه وبتتضرب وبينقلوها على المستشفى. وطبعا وانج بتتضايق جدا من اللي حصل وبتتكلم مع لين عشان يبعد تاو عن ليوكي، لكن لين بيحاول يفهمها ان تاو ما كانش قصده ان هو يأذيها، ووانج بتتضايق جدا وبتمشي. ولين بيحكي ان من بعد الوقت ده ما اتكلموش تاني خالص، وبعد سنتين حصلت له مشكلة مع مغني ورفع عليه قضية عشان كتب خبر دخوله البار مع البنات، وبيحاول يتفاوض معاه علشان يطلع من القضية دي، لحد ما بيروح يقابل المغني وبيتعصب عليه، لكن المغني بيزعق وبيعرفه ان هو مش هيلغي القضية. ليه بس يا عم؟ وهو وليوكي بيكون علاقتهم زي ما هي وبيقعدوا يتكلموا مع بعض، وكاي بيروح يقعد مع مامته وبيقولها انه عاوز يعمل مشروع لكن محتاج لسيولة، وبيجي باباه وبيتخانق مع مامته كالعادة يعني، وبيحاول كاي ان هو يبعده عن مامته، لكن في اللحظة دي وانج بتشوفهم وبيطلع يوصلها للعربية، وليوكي وتاو واصحابهم بيقضوا وقت مع بعض وبياكلوا وبيشربوا مع بعض. وصاحبة تاو بتغير على تاو من ليوكي وبتحاول تستفزها علشان تشرب نبيت، لحد ما صاحبة تاو بتنام يلا في 60 ده. ولين بتخطط مع رئيسها انه لازم يثبت الخبر على المغني، وان في نفس الوقت وانج بتكون في اجتماع مع مديرتها يان ومامة مغنية مشهورة، وعشان يكسبوا محبتها بيعرضوا ان حفلة عيد ميلادها وانج هي اللي هتنظمها. ووانج بتتفق مع يان انهم هيخلوا المغني وان هو اللي يغني في الحفلة. وتاني يوم وانج بتروح لمكان حفلة وان وبتحاول تصوره مع البنات، وفي الوقت ده لين بيبعت تويتر وبيحط الموبايل على علبة الويسكي عشان يقدر يصوره، ووانج بتهدده انها صورته، وبيطلع كل البنات من المكان بما فيهم الويتر اللي بيصور لين وبيطلع يديله الفيديو. ولين بيعرف ان وانج مع المغني، ووانج بتقدر تتفق مع المغني انه يحضر الحفلة، وبتطلع تلاقي لين مستنيها وبيروحوا يتكلموا مع بعض عن حياتهم خلال السنتين اللي فاتوا. وتاني يوم ليوكي بتكون مع تاو وبيعمل لها اكل وبيحكي لها عن بطولاته، وفجأة بيلاقي صاحبة المكان جاية عشان تاخد منه الايجار وبيجري يستخبى منها لحد ما زمايله بيجوا، وبتهددهم ان الايجار لو ما اتدفعش في ميعاده هتبلغ الشرطة، وبتمشي. وبيحاولوا بعدها يوصلوا لتاو، لكن بيقفل موبايله وهو مستخبي مع ليوكي، وقبل ما يقربوا لبعض تاو بيقع وبيكون متضايق جدا. وبالليل كي بيبعت لوانج مشروع علشان تفهمهم كان فيه اخطاء ولا لا، لكن هي بتطنشه خالص. وتاني يوم لين بيبعت الفيديو اللي صوره للمغني وبيضطر يلغي القضية اللي رفعها عليه، وبالمناسبة دي بيطلعوا كلهم يحتفلوا كالعادة، وبيكون كاو متضايق جدا من وانج عشان ما ردتش عليه، وبتفهمه انه اسلوبه غلط وانه لازم يستخدم اسم باباه في السوق. ومدام تشين بتعرفهم انها هتسافر تدور على حبيبها وانها هتسيب مفتاح المطعم مع لين، وبيشربوا طبعا لحد ما بيسكروا وبيطلعوا يوصلوا كي، وبيروح لين وتاو يتكلموا مع بعض وبيعترف كل واحد منهم بحبه لليوكي ووانج، وبيروحوا تحت بيتهم وبينادوا عليهم، لكن قبل ما يطلعوا الشجاعة بتختفي وبيستخبوا اشطر ناس تهرب وبيمشوا. وفي الطريق مامة لين بترن عليه وبتقول له حافظ على الفلوس اللي معاك وروح هاتلك بيهم شقة عشان تتجوز فيها. وكي بيعمل مشروع باسم باباه وبتجيله اول دفعة من الفلوس، وبيكون لازم باباه يظهر في المكان، وبياخد الفلوس وبيديها لباباه وبيعرفه هو عمل ايه. ولين بقى ما شاء الله عليه خد بنصيحة مامته وبدأ يدور على شقة. ووانج بتحضر عيد ميلاد المغنية ومامتها بتكافئها وبتديها مبلغ كويس جدا كشكر للي عملته في الحفلة. وتاني يوم ليوكي بتكون طالعة والدنيا بتمطر وبيقابلها جارها وبيعرض عليها يوصلها في طريقه وبتوافق، لكن في الوقت ده بيجي تاو وبيشوفها وبيتضايق جدا. وتاني يوم بيبعت لها رسالة وبيقول لها فيها ان هو يوصلها بكرة للشغل، وليوكي بتوافق طبعا. وتاني يوم بيروح ياخدها من قدام بيتها، ولين بيكون مستني شيت وبتعرض عليه شغل في كتابة المقالات، وبيكلم وانجا عشان يطلعوا يسهروا مع بعض، وفعلا بيطلعوا للمكان اللي متعودين يروحوه سوا وبيفضلوا يتكلموا عن انجازاتهم. وتاني يوم ليوكي بيكون في الحضانة اللي شغالة فيها وتاو بيجيلها وبيلاقيها مش عارفة تتعامل مع الولد المشاغب ده، فبيدخل يقابلها لكن بيجيلها اتصال من المدير وبتروح له، وتاو بيروح عند الولد وبيرشيه بمصاصة عشان يخليه يقول عليه كلمتين حلوين. واول ما ليوكي بتيجي بيفضل يقول لها ان تاو ده شخص وحش جدا وبيتكلم عليه كلام وحش. شكرا يا حبيبي كتر خيرك يا ابني. وتاو بيقول له يعني ينفع تقول كده؟ ده انا زي اخوه. والولد بيقول له انا مجرد طفل، انت هتاخد على كلامي بقى؟ بذمتك انت طفل يخرب بيتك. وهنا وانج بتكون قاعده مع مدام لي وبتتفق معاها على شغل لانها بنت ذكيه جدا، ومدام لي بتروح تقعد مع تشين وبتحكي له عن وانج وبتوري له صورتها وبيتصدم، وبتروح لتاو وهو مستني لين عشان يكتب له كلمتين عشان يعترف بيهم بحبه لليوكي، ووانج بيكتب له الكلمتين في ورقه وبيروح يستنى
ليوكي عند بيتها وبيعترف لها بحب. وتاني يوم تاو بينقل لبيت جديد هو وليوكي، لكن صاحبته بتكون متضايقة منه جدا وبتسيبه وتمشي. وليوكي بتحضر حاجتها عشان تستقر في البيت الجديد، وبيتجمعوا كلهم بالليل في بيت تاو وليوكي وبيسهروا مع بعض. وبعد ما بيمشوا تاو بيعامل ليوكي ولا كأنها ملكة زمانها. وتاني يوم بيروح لين لمديره وبيقوله انه بيروح يمثل في الاعلانات. ووانج بتروح تستسمح مدام يان انها هتسيب الشغل معاها وهتبدأ تشتغل في البورصة. وطبعا مدام يان مش بتعترض على نجاحها، ولين بيبدأ يعمل اعلانات ووانج بتبدأ شغل البورصة. وكي بيكلمها وبتطلع تقابله وبيديها هدية وبيحاول يقرب منها، لكن وانج مش بتديله اي اهتمام وبتسيبه وتمشي. وتاو بقى راجل مسؤول جدا دلوقتي وبيجمع كل اللي يكسبه عشان يخلي ليوكي مبسوطة، وبيطلع يشتري لها فستان بس بيكون غالي جدا. وليوكي بتقول له خلاص انا مش عاوزة. وبيروحوا على البيت وبيلاقي صاحب البيت عاوز الايجار وبيوعده انه هيجيب له الفلوس كمان يومين. هي دايما بتيجي كلها مرة واحدة كده. وبيروح على المكان ده وبياخد سلفة من واحد بلطجي والمفروض انه هيسددها بعد فترة. ووانج بتشتري اسهم في البورصة وبتاخد فلوس من مامتها وهتسددها بعد بيع الاسهم. وتاو بيروح يشتري الفستان لليوكي، وطبعا هي بتكون فرحانة بيه جدا. ووانج بتكون مستنية الاسهم بتاعتها تكسب، لكن للاسف بتنزل الاسهم في الارض وبتخسر. وبيكبر لين في شغله واحدة واحدة وبيحقق ارباح كبيرة جدا. وبيروح عند مدام تشيوان وبيقول لها اللي عمله، وبتعرف منه انه بيحب وانج وبتشجعه يعترف لها بحبه قبل ما يفوت الاوان. وبيطلع يقابل وانج وفعلا بيعترف لها بحب. وتاني يوم اسهم وانج بتخسر اكتر ومامتها بتكون متضايقة جدا انها خسرت فلوسها، وحالة وانج بتكون مش كويسة ابدا. وبيحاول لين يعرف منها هي متضايقة ليه، وبيعرف انها خسرت في البورصة وان الحكاية دي هتعرضها لديون رهيبة. وتاني يوم كي بيحاول يعرض على وانج انها تشتغل معاه في الشركة، لكن وانج بتعرفه انها مش فاضية ومش فاضية خالص كمان. وبتروح على البيت وبتلاقي مامتها مستنياه. وفي الوقت ده لين بياخد قرض على نفسه علشان يقدر يسدد ديون وانج. ومامة وانج بتفضل تزعق لها على الخسارة اللي حصلت، ووانج بتوعدها انها هترجع لها فلوسها تاني. وكي بياخد مامتها يوصلها، وبتعرف من كي انه معجب بوانج جدا وبتستغله عشان يديها فلوسها. وبيت تاو وليوكي باباها ومامتها بيكلموها في فيديو كول وبيعرفوها انهم جايين عشان يشوفوها ويشوفوا تاو كمان. وتاو بيوعدهم ان هو هيكون زوج ممتاز لبنته. وليه بيكون مع تشين، وبنعرف انها سبب في خسارة اسهم وانج. ووانج بتحاول انها تتواصل معاه، لكن تشين هو اللي بيرد عليها وبيستغلها وبيقول لها لو عاوزة ليه تعالي عندي. وتاو بيروح يستلف فلوس تاني عشان يقدر يبان قدام اهل ليوكي انه زوج صالح. ووانج بتكلم تشين وبتقرر انها تروح له، لكن هو بيجبرها تشرب ويسكي كتير جدا لحد ما بتفقد الوعي تماما. وتاني يوم بتصحى من النوم وبتلاقي نفسها كده وبتحاول انها تتصل بالشرطة، لكن تشين بيقول لها انت اللي جيتي لحد بيتي وبمزاجك ومحدش هيصدق ان في حاجة بتحصل هنا غصب عني. وبتطلع وانج وهي منهارة جدا. وفي نفس الوقت لين بيحاول يوصلها، لكن مامته بتكلمه وبتقوله انها جت البلد عشان تكشف على اخته. وبيروح لها وليوكي بتوصل لوانج وبتعرف اللي حصل لها. وتاني يوم بتاخدها على المستشفى عشان تعمل فحص. وفي الوقت ده لين بيكون في المستشفى وبيكشف على اخته وبيشوف ليوكي قدام قسم النساء. وبيروح لتاو وبيقوله ان شاف ليوكي في المستشفى وبيفهم انها حامل. وفي المستشفى تقرير وانج بتكون طلعت ولسه بتصورها عشان تبعتها لوانج. تاو بيجي يشوفها وبيحاول يخبي الموضوع، لكن لين بيفهم وبيشوف الورق وبيعرف اللي حصل من ليوكي. وبيطلع متعصب جدا على بيت تشين وبيضربه بكل غضب. وبيجي تاو وبيساعده في الضرب، لكن للاسف بيتحبسوا. والمحامي بيعرف وانج واصحابه انهم هيتحبسوا في القضيه حوالي 10 سنين ولازم يلاقوا حل قبل حكم القاضي. وليوكي بتروح تستقبل اهلها مع اصحاب تاو وبيسالوا على تاو وبيقول لهم في الشغل. وبتروح وانج تقنع تشين ان هو يتنازل عن القضيه، لكن بيكون معدوم الضمير خالص وبيكون عاوز يستغلها تاني فبتسيبه وتمشي. وبتروح وانج عند مدام يان وبتلاقي حل للقضيه. واهل لين بيروحوا يتحايلوا على تشين عشان يتنازل عن القضيه وبيقول لهم ان الحل في ايد وانج. وبيروحوا يتحايلوا على وانج عشان تلاقي حل تطلع بيه يانج من السجن. ووانج بتهديهم وبتوعدهم انها هتلاقي حل. وتاني يوم مدام يان بتتكلم مع كي وبتعرفه اللي بيحصل مع وانج. ووانج بتروح لتشين المستشفى عشان تعرف هو عاوز ايه، لكن كي بيجي. وهنا بقى بتكون المفاجأة انه بيكون عمه وبياخد وانج وبيمشي وبيقولها سيبي لي انا الموضوع ده انا هتصرف فيه. وبيروح كي يقنع باباه انه يساعده في حل المشكلة دي. وتاني يوم كي بيقابل تشين عشان يقنعه يتنازل عن القضية، لكن تشين بيستفزه وبيلاقي وانج جاية تعتذرله عن اي حاجة عملتها معاه. وبابا كي بيجي وبيقدر يقنعه انه يتنازل عن القضية. وبيطلع لين وتاو من السجن ووانج بيكون مستنية لين وبتاخده على الفندق. وتاني يوم بيفطروا مع بعض وبيقضوا اليوم كله في الملاهي وبيكونوا مبسوطين جدا. واخر اليوم بيتعشوا مع بعض كام يوم لحد ما بيجي يوم وانج بتصحى من النوم وبتودع لين. ولين
بيحاول يفهم ليه وانج هتسيبه وتمشي، فبتقول له حياتنا مش هتنفع مع بعض ابدا، انا عليا ديون كتير وانت عندك احلام كبيره لازم تحققها، وبتسيبه وتمشي. وبيحاول لين يوقفها لكن مفيش فايده، وبتوصل على بيتها وبتلاقي اتصال من مامتها وبتعرفها ان كي دفع ديونها، وبتقابله وتشكره على اللي عمله معاها، وبتوعده انها تسدد له الفلوس اللي دفعها. ووانج بتروح عند مدام يان وبتستأذنها ترجع شغلها من جديد، وطبعا مدام يان بترحب بيها جدا. وفي مكان تاو بيلاقوا باباها ومامتها طبوا عليهم فجأة علشان يشوفوا تاو، وبيكونوا عارفين انه كان في السجن. وليوكي بتبعت رسالة للين علشان يجي يشرح ان تاو حد كويس جدا وانه ملوش اي ذنب في اللي حصل. وفي الوقت ده وانج بتبدأ بداية جديدة وبتستقر في شقة جديدة تبع مدام يان يعني. وبيوصل لين عند تاو وبيحاول يقنع اهل اليوكي ان تاو ملوش ذنب في كل اللي حصل، لكن للاسف بيكونوا عرفوا انه بلطجي وله سجل كبير عند الشرطة، وبياخدوا اليوكي وبيمشوا. وتاو بيكون متضايق جدا وبيروح يشرب لحد ما بيسكر مع لين، وبيروح على البيت وبيتصل على اليوكي وبتقوله انها مش هتعرف تكلمه دلوقتي. وتاني يوم كي بيجيب حاجات جديدة لبيت وانج وبيتفق معاها انها تشتغل معاه في الشركة بتاعته، وبتوافق بعد ما بتفكر في كلام باباه وهي بتوعده انها تساعد كي في نجاح شركته. وهنا اهل اليوكي بيكونوا زعلانين منها جدا، واليوكي بتختار تعيش مع تاو وبتروح له البيت وبتحكي له اللي حصل معاه، لكن بيتخانقوا سوا. واليوكي بتقول له انا هسيب لك البيت وامشي، وطبعا زي اي راجل محترم بيقول لها المركب اللي تودي يا حبيبتي، لكن بيرجع يصالحها تاني وبتبدا حياتهم تستقر تاني. واليوكي بتقرر انها تعيش مع تاو على طول، وبتقدر تقنعه ان هو يروح معاها على بلد اهلها. وتاني يوم بتاخده عشان تعرفه على اهلها بشكل كويس، لكن مامتها بتهينه واليوكي بتتضايق جدا وبتاخد تاو وبتمشي. وتاني يوم باباها بيروح لتاو وبيفهمه ان هو مش هيقدر يخليها مبسوطه بحالته دي. ولين وكي بيتقابلوا وبيتخانقوا على وانج، وتقريبا كده بيكونوا خسروا بعض. وتاو بيفكر في كلام اهل اليوكي وبيروح عند اليوكي وبيقولها احنا مش هينفع نكمل مع بعض. وبيتجمع لين وتاو وبيشربوا وبيسكروا وبيشاركوا احزانهم لبعض. وتاني يوم لين بيروح لمديره عشان يقوله انه هيفتح شركه ومحتاجه معاه فيها. واهل اليوكي بيقرروا انهم ياخدوا اليوكي ويسافروا على بلدهم، لكن تاو بيكون متضايق جدا وبيتخانق مع دبان وشه. واليوكي بتتصل عليه وبتقوله انها هتسافر بكره، وبياخد تاو اكل وبيروح عندها، لكن الديانه بيقابلوه وبيفضلوا يضربوا فيه وبعدين بيسيبوه ويمشوا. وتاو بياخد الاكل وبيروح لليوكي وبتتصدم من شكله وبتاكل وبتفضل تعيط. ايه الناس اللي ما بيبطلوش اكل دول حتى وهي بتعيط؟ وفي الوقت ده لين بيكون مع زميلته وبيطلب منها تنضم لشركته. وتاني يوم ليوكي بتسافر مع اهلها وتاو بيعرف وبيروح وراها بعد ما بيعرف الطريق من وانج وبيفضل يجري. واليوكي بتعيط لحد ما تاو بيتعب وبيقعد يعيط، وفجأة بيلاقي اليوكي ساحبة شنطتها وراجعه له. ويوم بعد يوم بتكبر شركة لين، ووانج بتكون شغالة مع كي وبيفضلوا أصحاب تاو واليوكي عايشين حياتهم مبسوطين جدا. وبتيجي في وقت شركة لين بتقف مبيعاتها وبتتعرض لخسارة كبيرة، لكن لين بيوعد الممول إنه هيحل المشكلة في خلال شهر. وبيبدأ تاو يشتغل وبيصرف على البيت. وهنا اليوكي بتغسل له رجله وهو بينام من كتر التعب، ولما بتعمل اختبار حمل بتطلع حامل وبتقول خبر الحمل لتاو، لكن هو بيصدمها وبيقول لها إنها لازم تنزله لأنه مش هيعرف يصرف عليه. وبيتخانق معاها ويمشي وبيروح عند أصحابه وبيغلطوه طبعا، فبيحس بالندم وبيرجع عشان يصالحها وبيتفقوا إنهم خلاص هيجيبوا الولد. وتاني يوم بيروح للين عشان يستلف منه فلوس، ولين بيديله اللي هو عاوزه. وبيروح تاو يجيب حاجات للبيبي، وهو راجع بيته الديانة بيقابلوه وبيكونوا عاوزين فلوسهم. وللأسف بتيجي ليوكي وتاو بيديهم الفلوس اللي معاه وبيقول له هجيب لك فلوسك بس امشي دلوقتي قبل ما مراتي تيجي وتشوفك يلا. وبيمشوا واليوكي بتاخد تاو وبتروح بيتها، وبتعرف من تاو ان الديانة مش سايبينه في حاله، وبتقرر انها تنزل الطفل بسبب الديون اللي عليهم. وتاني يوم بيروحوا المستشفى عشان ينزلوا الطفل، لكن تاو في آخر لحظة بيتراجع وبيعرض عليها الجواز وبتفرح جدا وبيروحوا يحتفلوا مع أصحابهم وكل واحد بيتمنى لهم أمنية سعيدة. وتاني يوم تاو بيروح يعمل أكل لليوكي، وفي نفس الوقت لين بيكون مشغول جدا بمبيعاته وتصوير المنتجات. وتاو بيروح يتفق مع زعيم العصابة إنه مش هيقدر يوفر له فلوس لكن هيقدر يشتغل معاه ويكون من رجالته. وبيروح البيت وبيقنع اليوكي إن هو هيشتغل في شركة، واليوكي بيكون مبسوطة جدا وبتقول له يروح يشتغل. وفعلا بيبدأ شغل معاهم وبيضرب الناس اللي بتعلي صوتها في المكان أو مش بيدفعوا الفلوس. وبيروح على بيته وبيجيب لليوكي كل حاجة هي عاوزاها وبيقعدوا ياكلوا سوا، لحد ما في يوم ليوكي بتكون في الشارع وبتتعب وبتقع وبتتصل على جوزها لكن بتلاقيه ما بيردش عليها، فبتتصل على لين ولين بيتصل على تاو وبيبلغوا ان مراته في المستشفى. ووانج بتبعت رسالة لليوكي وبتقول لها انها جاية، ولين بيقول لها طب انا همشي بقى. واليوكي بتقول له ماشي بس ما تتضايقش من تاو، هو
مشغول في الشغل. فلين بيستغرب وبيمشي من هنا، ووانج بتروح لليوكي، ولين بيقابل تاو وبيعرف منه ان هو شغال مع زعيم العصابة، فبيفضل يزعق معاه، وتاو بيطمنه ان هو هيسيب الشغل بعد ما يجي الطفل على طول. وفي يوم تاو بيروح يقول للزعيم انه خلاص هيسيب الشغل، لكن للاسف الشرطة بتهجم على المكان وتاو بيهرب، بس بينسى موبايله في المكان. وبتيجي اليوكي تتصل عليه لكن ما بيردش عليها، وبتيجي وقت الولادة وبتتصل على وانج عشان تلحقها. وبيروح تاو يتصل على لين، ولين بيعرفه ان مراته ولدت، وبيروح المستشفى وبيقول للين يخلي باله من مراته وابنه علشان هو هيهرب. لكن لين بيقدر يقنعه ان اللي بيعمله ده غلط ولازم يسلم نفسه، وبيقتنع وبيروح عشان يشوف مراته وابنه، وبيودعهم ويمشي. وبعد مرور 3 سنين ليوكي بتنطرد من شغلها، وبتكون زعلانة جدا لان مفيش اي وسيلة تعيش منها تانية. وبتكمل وانج شغلها في المقاولات، وبتكون علاقتها بكي اتطورت جدا، وفي نفس الوقت شغل لين اتطور جدا. لكن بتحصل له مشكلة بسبب البنت اللي بتعمل الاعلانات، وبتسيبه وتمشي، وبكده بيكون اتورط في شغل. ولين ووانج كل واحد بيخلص شغله وبيروح على بيت ليوكي علشان يحتفلوا بعيد ميلاد بنتها. ومامتها ما بيكونش عاجبها وضعها ابدا، وبتكون عاوزاها تروح معاها البيت، لكن ليوكي بتتضايق، ووانج بتحاول انها تضيع في الكلام، ولين بيقوم يصورهم وكل واحد بيروح على بيته. ووانج بتروح البيت وبتلاقي كاي مستنيها، وبيعتذر لها انه ما قدرش يروح معاها العيد ميلاد، وبتوري له صور العيد ميلاد وبيشك فيها. وفي الوقت ده لين بيروح البار وبيشوف المغني اللي كان رافع عليه قضية وهو بيشرب. ومن ناحية تانية اهل اليوكي بيضغطوا عليها عشان تمضي على اوراق الطلاق، واليوكي بترفض وبتترجاهم يسيبوها في حالها ويمشوا وينسوها خالص. وفعلا بيسافروا بلدهم وبيسيبوها. لكن كاي اول ما بيشوف فرصة ان هو يفتش في موبايل وانج بيفتش فيه على طول، بس بيلاقي وانج قدامه، وبتتضايق منه جدا على التصرف ده. واليوكي بتروح تقابل تاو في السجن، وبتكون متضايقة منه جدا وبتعيط، وتاو بيقول لها شوفي حياتك وبعدي عني، وبيعيط هو كمان. وبتروح بيتها وبتروح لها وانج تقعد معاها، لكن بيجي لها مقابلة شغل، وبتسيب بنتها مع وانج وبتروح على الشغل بسرعة. وفي نفس الوقت لين بيخطط يشتغل مع المغني شياو، وبيروح على بيت ليوكي وبيلاقي وانج قاعدة مع الطفلة، وبيقضي اليوم معاهم في لعب وضحك. ومديرة أعمال لين بتروح عند المغني شياو وبتقنعه يشتغل معاهم، وإنه هيكون الواجهة الإعلانية للشركة. وبيقتنع المغني، ولين ووانج بيكونوا قاعدين مع البنت لحد ما بتجيلهم ليوكي. فلين بيمشي وبيروح يسهر في مكانه المفضل، وبيفتكر ذكرياته مع وانج. وتاني يوم الشركة بتتصل على ليوكي عشان تقول لها إنها مش هينفع تشتغل معاها، وبتقعد ليوكي هي وبنتها تعيط. وفي شركة لين الممول بيكون متضايق جدا لأنه اتفق مع مغني فاشل، لكن لين بيقدر يقنع الممول إنه هينجح المرة دي. وليوكي بتروح عند تاو في السجن وبتطمنه عليها وعلى بنتها، وبتقول له يكتب لبنته رسائل. وكي بيروح يعرض شغل على مدام يان لكن بترفضه، وكي بيتضايق جدا ان وانج حتى ما هنش عليها تتدخل عشان تقنعها. لكن وانج بتحاول تفهمه ان الشغل ما فيهوش وسايط، فبيتخانقوا مع بعض، وبتقرر وانج انها تنفصل عنه. وبيبدا تاو يكتب رسائل لبنته. ولين بيكون بدأ شغل مع شياو المغني ونجحوا جدا، وبقت نسبة المشاهدة والمبيعات كبيرة جدا، وبيكون مبسوط. وبيطلع من الشركة على بيت ليوكي علشان يشوف بنتها، لكن بيلاقي وانج هناك، ومديرة أعماله بتروح وراه على أساس إنها فاهمة إن في حاجة حصلت معاه، وبتتعرف عليهم. وبيروح لين وبيلم حاجته من البيت المتأجر وبيمشي. وكي بيروح بيته وبيلاقي مامته بتعيط، وهنا المفاجأة بقى إن باباه طلق مامته. والله انت الكسبانة يا حاج. وتاني يوم لين بيروح عند ليوكي وبيعرض عليها تكون واجهة إعلانية لمنتجات الأطفال، واليوكي بتقول له خلاص هفكر. وشان الوجه الإعلاني اللي كانت بتشتغل مع لين بتروح تشتغل مع تشين، وطبعا بيستغلها وبياخدها بيته وبيشربها ويسكي لحد ما بتفقد الوعي. وتاني يوم بتصحى تلاقي نفسها عنده، وبيقولها انك مش هتعرفي تعملي اي حاجة، وانك جاية معايا هنا بإرادتك، مفيش حد غصبك تيجي غصب عنك. وبتروح تقول للمساعدة بتاعتها اللي حصل، وبتقرر تنتقم منه. وبتفتكر ان في خزنة في اوضة النوم، وبيقرروا يفتحوها عشان يقدروا يتحكموا فيه. وتاني يوم ليوكي بتروح الشركة عند لين وبتوافق تشتغل معاه، وشان بتبدأ خطتها في انها تقرب من تيشين علشان تعرف رقم الخزنة بتاعته، وبتحط كاميرا في الأوضة. وتاني يوم بتحاول تطلعه من البيت علشان المساعدة بتاعتها تدخل تجيب الأوراق، وبتطلع دي أوراق التهرب من الضرايب. وتاني يوم وانج بيتكلم مع تشين علشان تقابله يعني، وبتخليه يعتذر لها ويترجاها تسامحه على اللي عمله. وبتقابل لين وبتشكره على اللي عمله معاها وانه جاب لها حقها. وبنروح عند بابا كي اللي بيكون تقريبا زهق من الدنيا كلها وبينتحر، ووانج بتروح تواسي كي وشان، وبترجع تشتغل مع لين في بيع المنتجات، والشركة بتنجح نجاح عظيم جدا. لكن شركة بابا كي بتخسر، ووانج وكي بيحاولوا ان هم يعملوا اي حاجة. وفي الوقت ده ليوكي مش بتعرف تشتغل، واللي في الشركة بيتكلموا عليها في الحمام، وبيقولوا ان شغلها جاي بالواسطة وما عندهاش موهبة. وليوكي بتكون في الحمام وبتسمع كل ده، وكي بيحاول
بيحاول ينقذ الشركة وبيدخل في شركة جديدة. وهنا تاو بيبعت لبنته رسالة كل يوم، واليوكي بتجمع كل شجاعتها وبتطلع في بث مباشر وبتنجح فيه جدا، والشركة كمان بتكون مبسوطة منها جدا. وفي سنة 2019 بيروحوا يستقبلوا تاو وهو خارج من السجن، لكن هو بيكون خرج قبل ما يروحوا. واليوكي بتروح على بيتها وبتلاقي حد بيخبط على الباب، وبتلاقيه تاو جايب أهلها معاها وبيحتفلوا بخروجه، وبيحاول إن هو يكون زوج وأب كويس، وبيطلع يسلم على أصحابه وبيسهر معاهم، وبيروح وبيقعد وبيتكلم مع مراته. وتاني يوم تاو بيطلع يودع أهل مراته وبيطمنهم إن هو هيخلي باله من ليوكي ومن البنت كمان. وكي بيتورط مع ناس في اتفاقية والشركة بتخسر جدا، وبيمسكوا كي عشان يجبروا حد من أهله يرجع لهم فلوسهم. واليوكي بتكون في الشركة بتسجل، ووانج بتروح لها، وفجأة أصحاب الشركة بيتصلوا على وانج وبيهددوها إنها لازم تجيب الفلوس اللي كي واخدها منهم وإلا هيقتلوها هي. ووانج بتطلع تجري، ولين بيشوفها وهي بتجري وبيطلع يجري وراها، وبيوصلوا المكان ده. وكي بيتخانق مع لين وبيرفض إن هو يدفع الفلوس، وصاحب الشركة بيتعصب جدا وبياخد وانج وبيهددهم بيها. ولين بيحاول يحميها قبل الراجل ما يضربها، لكن بتيجي في ظهر لين وبينقلوه المستشفى، واصحابه بيجوا يزوروه وكل واحد منهم بيكمل حياته. ليوكي بتكمل شغلها، وتاو بيدي ايامه مع بنته، ووينج بتكون مع كي اللي بيكون واخد باله منها جدا، لكن قلبها وعقلها بيكونوا مع لين. وتاو بيخلي باله من بنته. وليوكي بتروح الشغل وبترجع تلاقيه محضر لها الاكل، وبتعرض عليه ان هو يكمل لها الرسائل عشان تقراها للناس في البث. وكي بياخد وانج وبيكون محضر لها احتفال جميل جدا، وبيعرض عليها الجواز، لكن للاسف بترفض. وفي نفس الوقت زميلة لين بتكون معاه وبتعترف له بحبها، لكن لين بيقول لها خلينا اصدقاء احسن. ولين ووانج بيروحوا يسمعوا المغني اللي بيقعد تحت الجسر، فبيتقابلوا سوا، ولين بيعترف لوانج بحبه وبيقربوا من بعض. لكن للاسف كي بيشوفهم وبيطلع لين ووانج مع بعض وبيتمشوا، لكن فجأة بيجي لهم رسالة من كي انه هينتحر، وبيروحوا علشان ينقذوه، وفعلا بينقذوه في اخر لحظة وهو قطع شرايين ايده وبينقلوه على المستشفى. وتاني يوم بيطلع من المستشفى، ولين بيحاول ان هو يروح يتكلم معاه، لكن وانج بترفض بحجة انها هتسيبه يرتاح. وتاني يوم وانج بتكتب رسالة وداع ليوكي وكي ولين، وكي بتجيله رسالة من مرات باباه السابقة وبتقوله انها عاوزة تقابله. وتاني يوم بيروح يقابلها وبتعرفه ان باباه كان متجوزها قبل ما يتجوز مامته، لكن باباه غلط مع مامته فاضطر ان هو يتجوزها ويطلق مراته الاولى، وباباه كاتب املاكه كلها باسمها. وبيروح لمامته عشان يتاكد ان كان الكلام ده حقيقي ولا لا، لكن فعلا مامته بتاكد الكلام ده وبتفضل تعيط. ومن هنا كي بيفهم ان باباه عمره ما حب مامته، علشان كده حياتهم كلها في مشاكل، وبيقرر يبعد عن البيت. وفي الوقت ده لين بيكون مستني وانج ترجع، وزميلتها بتقوله انها هتتجوز وبيتمنى لها حياة سعيدة. ولين بيجيله اتصال من تاو عشان يعمل اعمال خير، وبيروحوا المدرسة بتاعتهم وبيقابلوا كي وبيتكلموا سوا وبيصفوا حساباتهم مع بعض وبيرجعوا اصحاب من تاني. وهنا اصحاب تاو بيتجوزوا. ايه ده، هي الدنيا عندهم مقلوبة ولا ايه؟ وكي بيرفع صوره على وسائل التواصل مع بنت علشان وانج تشوفها وتطمن ان هو ارتبط خلاص وترجع. ولين بيكون قاعد في مطعم مدام تشيوان، وبيجي حبيبها ومعاه بنت وبيفضل يحكي لها عن حبيبته الاولى. ولين بيسمعهم وبيعرف ان هو ده الشخص اللي مدام تشيوان بتدور عليه. ولين بيقعد معاه وبيعرفه ان مدام تشيوان بتدور عليه من زمان. ولين بيفضل مستني وانج قدام الشباك على اساس انها هتعدي من قدامه، وفعلا فجأة وانج بتنادي عليه وبتكون واقفة قدامه، وبيكون سعيد وهي اسعد كمان. وبكده بيخلص المسلسل بتاعنا، ويا ريت كل اخواتي يواظبوا على الصلاة في مواعيدها. ولو عجبكم الفيديو يا ريت ما تبخلوش علينا باللايك، ولو اول مرة تتفرجوا علينا يا ريت تعملوا لنا اشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مننا كل جديد بنقدمه. وان شاء الله اللي جاي هيعجبكم اكتر واكتر.